الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أصدر قرارا بالعفو عن عدد من المحكوم عليهم بأحكام نهائية، ومنهم الناشط البارز أحمد دومة، وكان قد تبقى لدومة 5 سنوات من أصل 15 عاما حكم بها. وينهي هذا القرار فترة زمنية تخطت السنوات العشر قضاها دوما في ملاحقات أمنية وقضائية متصلة أسفرت عن استمرار حبسه طوال تلك الفترة وصدور حكم نهائي ضده وفق وسائل إعلام مصرية، من بينهم التلفزيون الرسمي المصري ليوم السبت 19 أغسطس آب 2023. وكتب النائب طارق الخولي على صفحته بموقع فيسبوك قائلا: إن السيسي استخدم صلاحياته الدستورية لإصدار هذا القرار. وكانت محكمة النقد المصرية أيدت في تموز يوليو 2020 حكم محكمة الجنايات الصادر في 2019 بحق أحمد دومة المعارض الشاب البارز بالسجن المشدد 15 عاما وتغريمه 6 ملايين جنيه، وذلك في إعادة محاكمته بقضية أحداث مجلس الوزراء التي جرت عام 2011. ودوما مسجون منذ عام 2013. ووجهت لدوما اتهامات من بينها التجمهر وحيازة سلاح أبيض والاعتداء على أفراد الجيش والشرطة وحرق المجمع العلمي والتعدي على مبان حكومية أخرى من بينها مقر مجلس الوزراء. وكان قد تبقى لدوما 5 سنوات من أصل 15 عاما حكم بها. وبحسب موقع مدى مصر المستقل، فإن إلى جانب العفو الرئاسي أصدرت نيابة أمن الدولة أمس قرارا بإخلاق سبيل 30 من المحبوسين احتياطيا حبسوا جميعا على ذمة قضايا في 2022 بحسب ما أعلن المحامي خالد علي. ونشر طارق العوضي المحامي المصري وعضو لجنة العفو الرئاسية بيانا بأسماء بعض من أفرجوا عنهم.